حسن حامد، أين هو حسن حامد؟ حصل لقاه كده عامل محاضرة عن البرعي، تأليف حسن حامد حفظه الله تعالى. ما في يا شيخنا، قاعدين في الأجرومية 200 سنة. عرفت؟ ولسه ما فهموها. هسه تعال نتنازل في الأجرومية. عرفت كلامي؟ من الدين، من اللغة العربية، لكن ما ممكن أنت قاعد فيها بس كده أجرومية. والنوع هيا بنا إلى الأجرومية، وهيا بنا إلى الأجرومية يا شيخنا. في ناس مشركين. عرفت كلامي؟ ما في يا شيخنا، قاعدين في الأجرومية 200 سنة. ما في يا شيخنا، 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 ما في يا شيخنا. فبدل أن تتوجه إلى رب البرية إذا بك تنادي يا كباشي، يا برعي، يا مكاشفي، يا دسوقي. والله سبحانه وتعالى بين في كتابه الكريم أن من تلبس بهذا الباطل فهو أضل الناس، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ما في يا شيخنا، قاعدين في الأجرومية 200 سنة. ما في يا شيخنا، قاعدين في الأجرومية 200 سنة. فإن الصوفية كما رفعت لواء الشرك بدعوة غير الله والاستغاثة به والذبح له والنذر له، رفعت لواء البدعة تريد أن تطمس معالم هذا الدين. ما في يا شيخنا، قاعدين في الأجرومية 200 سنة. ما في يا شيخنا، ما في يا شيخنا، ما في يا شيخنا، ما في يا شيخنا، ما في يا شيخنا. أعظم غرض وهدف أنزل إليه القرآن أو أنزل لأجله القرآن هو توحيد الله وإفراده بالعبادة وخلع الأنداد التي تعبد من دونه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ما أنزل القرآن إلا لأجل أن يوحد الله وأن يفرد بالعبادة. لو حفظت القرآن عن ظهر قلب وكنت ممن تلطخ قلبه بقذارات الشرك، كنت من العاكفين عند القبور، كنت من الطائفين حولها، كنت من المستلمين لأعتابها، كنت من المنادين لهؤلاء الموتى الذين هم رفات تنزل بك البلية. فبدل أن تتوجه إلى رب البرية إذا بك تنادي يا كباشي، يا برعي، يا مكاشفي، يا دسوقي. والله سبحانه وتعالى بين في كتابه الكريم أن من تلبس بهذا الباطل فهو أضل الناس، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أعظم هدف أنزل لأجله القرآن هو غاية العدل وضده غاية الظلم. فغاية العدل وأسمى صوره أن توحد الله عز وجل وأن تخلص له الدين، وأقبح صور الظلم أن تقع في الإشراك بالله تعالى. يقول ربنا سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ما الذي يوحى إليه؟ أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الوحي أنزل للدعوة إلى التوحيد، هذا أعظم مقصود لإنزال القرآن. كتاب الله عز وجل، القرآن فيه الخيرات وهو طريق لنيل السعادات. فأقبلوا يا أمة الإسلام كبارا وصغارا على كتاب ربكم، واحذروا من الإعراض عنه ومن جعله مهجورا. ما في يا شيخنا، قاعدين في الأجرومية 200 سنة.